الفلافل أو الطعمية من الأكلات المشهورة والمحبوبة عند كل الناس. هي نوعين من الفلافل، إما بتكون سوري أو مصري. في الفيديو ده هنعمل مع بعض الفلافل المصرية بطريقة سهلة وبسيطة بنفس طعم أشهر المطاعم، وهقول لكم كل تريكاتها وإزاي تتفادوا كل المشاكل اللي بتواجهكم، زي إنها تفك منكم في الزيت أو تكون شاربة زيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفيديو. عندي نص كيلو من الفول المدشوش، انا غسلاه ونقعاه كويس جدا، وتنقعوه يا جماعه من 4 ساعات ل6 ساعات، وطبعا كل شويه تغيروا من الميه بتاعته. انا نقيته وصفيته وحطيته في بوله. كمان عندي واحده من الكرات، انا خدت الورق بتاعه ما اخدتش الراس بتاعتها. براس الكرات عادي جدا استعملوها، بس قللوا شويه من مقدار البصل الاحمر بتاعكم. كمان انا عندي حزمه من الكزبره الخضراء، اخدت الاوراق وسبت العيدان بتاعتها. عندي كمان بصلايه متوسطه بس صغيره شويه، اخدتها قطعتها وقشرتها. نسيت اقول لكم كمان يا جماعه، لو ما عندكوش كرات تقدروا تستخدموا البصل الاخضر وبرضه تاخدوا منها الاوراق بتاعتها بس. عندي كمان راس توم، اخدت منها 10 حبات كبار على نص كيلو. حطيت بقى كله على بعضه وبالهاند بلندر طحنتها كويس جدا. ولو ما عندكوش تقدروا تستعملوا الكبه او الخلاط الفود بروسيسور اللي موجود عندكم ومتاح، استخدموه. بس يا جماعه لو اضطريتوا ان انتوا تحطوا شويه ميه علشان خاطر المكنه بتاعتكم تمشي، ما تزودوش عن ربع كوبايه صغيره. كمان بعد ما تضربوها كويس جدا تحطوها على مصفى وتصفوا الميه بتاعتها الزايده علشان ما تفكش منكم في الزيت. اخدت منه شويه حطيته في بول على جنب علشان هستخدمه قدامكم، والباقي حطيته في كيس بلاستيك وخليتها كطبقه رفيعه كده يا جماعه زي ما انتم شايفينها، وطلعت كل الهواء اللي موجود جواها. لما بتطلع بكسرها كده بايدي عشان هي طبقه رفيعه بتتكسر معايا بسهوله. باخد منها على قد الاستخدام، ولو مش حابين الطريقه دي تقدروا تستخدموا كل كيس على قد استخدامكم وتحطوه برده في الفريزر. بس الطريقه دي بتبقى اوفر شويه في التخزين علشان ما تاخدش مكان كتير عندكم في الفريزر. كمان يا جماعه عايزه اقول لكم ان انتم ما تحطوش اكتر من الكزبره الخضراء في عجينه الطعميه، لانكم لو حطيتوا بقدونس يا جماعه بتشرب معاكم زيت، ولو حطيتم شبت بتقلب بصراحه شويه على محشي، فاكتر من الكزبره الخضراء ما تزودوش. كمان لو تلاحظوا ان انا ما حطيتش بهارات جافه، لانكم لو حطيتوا البهارات او الملح في العجينه وحطيتوها تاني في الفريزر بتطلعوا لونها مغمق شويه، كمان طعمها بيتغير، لان البهارات والملح بيساعدوا في ان البصل والطماطم بتاعتها تنزل ميه فطعمها شويه بيتغير. فالافضل انكم تحطوا البهارات بتاعتكم والبيكنج صودا والملح وكل حاجه وقت الاستعمال قبل التحمير على طول. والشويه بقى اللي هحمرهم في الزيت انا حطيت عليهم ملح حسب الرغبه. انا هنا حطيت حوالي نص معلقه صغيره، كمان نص معلقه صغيره من الكزبره الجافه، نص معلقه صغيره مش مليانه من الكمون. وعلشان بقى تدوها نكهه بره وشكلها كمان حطوا شويه من الكزبره الحصى وشويه من الكمون. اللي يخليها بقى يا جماعه فلافي كده وهشه مش تقيله ولا مكتومه هي البيكنج صودا. على الكميه دي حطيت حوالي ربع معلقه من البيكنج صودا او البيكربوناتو او بيكربونات الصوديوم. وعايزه كمان اقول لكم ان انتم لو حطيتوا البيكنج صودا دي في العجينه وحطيتوها في الفريزر، التجميد اللي بيحصل في الفريزر هيفسد مفعول البيكنج صودا، فالافضل انكم برضو تحطوها وقت التحمير. قلبتهم بقى كلهم كويس جدا. اخدت منها شويه كورتها كده بطراطيف صوابعي، وبصبعي حطيت شويه كده من السمسم وحطيته كده فوق الوش. وده اول شكل انا هعمله. الشكل التاني هو بيبقى شكل كده بول او كوره، كورتهم كده ودي بتبقى اصغر شويه من التانيه اللي بالسمسم، وده تاني شكل معايا. ولو يا جماعه لقيتوها لزقت منكم بلوا صوابعكم كده بشويه ميه ما بين كل 2 3 كده بتعملوها. جبت بقى طاسه حطيتها على النار وحطيت فيها شويه زيت كده حلوين محترمين. لازم يا جماعه يكون الزيت غزير، ولازم الفلافل ما تبقاش ملامسه القعر بتاع الطاسه. نزلتهم كده والنار عندي سخنه جدا، والنار هنا بتبقى عاليه جدا، وبعد كده بتوطوها سنه علشان كمان تستوي معاكم من جوه. حطيتهم كلهم من غير ما تفك في الزيت خالص ولا اي حاجه. ده اول شكل يا جماعه طلع معايا نفس بالظبط اللي بنجيبه من بره. وده الشكل التاني، وريحتها يا جماعه بجد قلب البيت وطعمها كان تحفه جدا. كمان عايزه اقول لكم ان انتم لما تيجوا تطلعوها ما تطلعوهوش على ورق مطبخ او مناديل، وتطلعوها على مصفى او اي شبكه عندكم، لانكم يا جماعه لو طلعتوها على مناديل المنديل فعلا بيشرب الزيت بس بعد كده بيرجع ويطريها من تحت. لكن لو حطيتوها على مصفى او شبكه او اي حاجه كده تكون عندكم مهويه من تحت بتبقى افضل كتير، لانها بتفضل محافظه على قرمشتها. انا خلصت وقدمتها مع سلطه الطحينه والسلطه الخضراء وزيتون مخلل، وكانت بجد اكله تحفه. السلطه يا جماعه الخضراء اللي بتتحط في الساندوتشات مش بتبقى متبهره خالص، لا بملح ولا بخل ولا باي توابل، لان انتم لو بهرتوها بشويه ملح هتنزل ميه بتاعه الخضار جوه الساندوتشات، فبتطري العيش كده وبيبقى شويه مبلول. وبألف هنا وشفا على كل اللي هيجربها.
وانا كده خلصت الفيديو. يا رب يكون افدتكم في الفيديو ده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.